يعني ما بتعديش قصاد مكتبي ولو صدفة؟ لازم انا اللي اجيلك لحد باب المدرج علشان اشوفك واسال عليكي. لا والله ما خدتش بالي، ما جاتش فرصه بس. اظن من اول يوم انت عارفاني بحب الوضوح. انت متغيره من ساعه ما شفتي الراجل قريبي في المكتب، مش كده؟ لا، اتغير ازاي يعني؟ مساله سيكولوجيه بحته. يمكن الراجل صعب عليكي او مش قادره تتقبلي فكره ان يبقى في شخص في عيلتي كده. كده ازاي؟ على فكره يعني هو شكله جميل وطيب، ليه بقى الطبقيه دي؟ يا دكتوره منى، الطبقيه موجوده جوانا في اللاوعي، مش محتاجه غير زقه بسيطه علشان تطفو على السطح. وانا بقى اكتر واحد فاهم الكلام ده. على العموم لو هي دي الحقيقه يا ريت تقوليها لي، لانها لو ما اتقالتش بتبقى جارحه جدا اكتر مما لو اتقالت. دكتور احمد، انا اسفه لو ده اللي وصل لك، انا اكيد مش قصدي. الموضوع كله ان انا بس مشغوله بالمشاكل اللي عندي في البيت اللي انت عارف عنها، وكمان النهارده يوم الانتخابات. بجد؟ اخوكي قصاد والدك؟ وانا اللي عمال اكلم مختار بيه مش بيرد عليا، ده انا فكرت حاجه تانية. لا ارجوك ما تكلموش النهارده خالص لحد ما الموضوع ده يعدي على خير.